يا موسى يا موسى مخالفا الناموس. بسم الله والابن الروح القدس واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته الان وكل يوم امين. نتابع في سلسله اسبوع الالام وفي ايام البسخه المقدسه يوم خميس العهد. يوم خميس العهد من الايام المهمه جدا في كنيستنا القبطيه. واما احداث هذا اليوم، نمره واحد، غسل السيد المسيح ارجل تلاميذه، وتحتفل الكنيسه بهذا الحدث الهام بصلاه اللقان، ثم يغسل رئيس الكهنه او الكاهن ارجل الشعب في اللقان. نمره اتنين، الحدث الثاني، تاسيس السيد المسيح لسر الافخارستيا، وتحتفل الكنيسه به بان تقيم القداس الالهي لاول مره خلال البسخه، لان في خلال البسخه من يوم الحد ولا حد الشعانين القداس، بعد كده الاثنين مفيش قداس، الثلاث مفيش قداس، الاربع مفيش قداس. القداس اللي بيتم في خميس العهد هو قداس عشان رب المجد يسوع اسس سر التناول، وبعديه بنكمل البسخه بتاعتنا. الجمعه مفيش قداس، السبت سبت النور، قداس ليله ابو غلمسيس، وبعد كده قداس العيد. كل سنه وحضراتكم طيبين. فتحتفل الكنيسه به بان تقيم القداس الالهي لاول مره خلال البسخه، ويتناول غالية الشعب عادة مستعدين بالتوبة والاعتراف. نمرة ثلاثة، اهتمام الرب بتلاميذه وخطابه الوداعي لهم وصلاته لأجلهم. في صلاة اللقان غسل رب المجد يسوع أرجل تلاميذه يوم الخميس كبير، وغسلها قبل التناول. يعني اللقان بنعمله قبل خدمة القداس، قبل أن يمنحهم السرائر المقدسة، وقال لهم بعد غسل أرجلهم: ها أنتم طاهرون. فمن خلال غسل رب المجد يسوع أرجل تلاميذه أعطانا عدد دروس. أول درس، أراد أن يعطينا درسا عن الطهارة قبل التناول، استعداد قبل التناول. أراد أن يعطينا أيضا درسا عن التواضع، إذ كيف ينحني المعلم ليغسل أرجل تلاميذه، وكيف ينحني الرب نفسه ليغسل أرجل صنعة يديه. وأعطانا أيضا درس في غسل الأرجل درسا في المحبة، لذلك قال كده قبل غسل أرجل التلاميذ: إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. دي موضوع اللقان وغسل الأرجل، وفي تأملات كتير. أما في صلاة القداس الإلهي، تأسيس سر الإفخارستيا، أعطى السيد الرب هذا السر العظيم لتلاميذه القديسين، قال لهم: اصنعوا هذا لذكري. حبيت أركز على النقطة دي، اصنعوا هذا لذكري، في لوقا، إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 22. ونحن نصنعه حسب وصيته المقدسة. وعبارة اصنعوا هذا لذكري أمر يحمل استمرارية هذا السر مدى الدهر أو مدى الدهور، لأنكم كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. كورنثوس الأولى 11. وعبارته إلى أن يجيء تحمل معنى أن ممارسة هذا السر العظيم تستمر حتى مجيئه الثاني إلى آخر الدهر والآخر الدهور. عشان كده الكنيسة بتنبهنا، الكنيسة بتعلمنا، والكنيسة بتحذرنا: قبل التناول لازم يكون في توبة، لازم يكون في اعتراف، ممارس سر التوبة والاعتراف. لازم للمؤمنين قبل ما يتناولوا شرط هام هو الاستحقاق. من يتناول بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه، غير مميز جسد الرب. قد تصل عقوبة هذه عدم الاستحقاق إلى ضربات في الجسد، تصل للأمراض وتصل للموت. لذلك يقول معلمنا بولس الرسول: ولكن ليمتحن الإنسان نفسه قبل التناول، لأننا لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. ده الجزء بتاع التناول. حبيت أركز بس في الجزء بتاع الاستحقاق والتوبة قبل ما أخش للتناول، وراجع نفسي قبل ما أخش أتناول. في خطابه الوداعي لتلاميذه أعطاهم فكرة قبل كده عن قيامته، وإنهم بعد كده هيشوفوه وإنهم سيرون. قال لهم إن ابن الإنسان سيصلب وفي اليوم الثالث يقوم. حتى ما جاء حسب ما جاء في إنجيل معلمنا متى 16 ومتى 20. هو يؤكد لهم هذه الحقيقة في عبارات كلها حب: لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم. نصف الحقيقة: إنكم ستبكون وتنحون والعالم يفرح، والنصف الآخر: ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. سأراكم أيضا وتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم
منكم يوحنا 16. عجيب هو الرب إنه في وداعة يتحدث عن الفرح، في وداعه يعني وهو بيودع التلاميذ يحدثهم عن الفرح. وعبارة لا أترككم يتامى تشعرهم بأنه أولاده. وفي هذه الجلسة أيضا تعبير يا أولادي، يا أولادي أنا معكم زمانا قليلا بعد، أنتم أولادي وأنا أعلم أنكم تثبتون من بعدي ولكني لا أترككم يتامى. ويقول لهم بس مش أنتوا ولادي بس، ده بل أحبائي أيضا، أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيتكم به لا أعود أسميكم عبيدا لكني قد سميتكم أحباء في يوحنا 15. جميل أوي أن تكون جلسة الوداع هي حديث حب. ويضيف رب المجد يسوع في تعزيته لهم تشبيها جميلا يشعرون أنه لا انفصال بينه وبينهم، وهو علاقة الكرمة بالأغصان. فيقول لهم أنا هو الكرمة الحقيقية وأنتم الأغصان، زي ما جه في يوحنا 15. أنتم فيا وأنا فيكم، يعني علاقتي بيكم كعلاقة الرأس بالجسد. لستم غرباء عني، اثبتوا فيا وأنا فيكم كما يثبت الغصن في الكرمة، حينئذ لا يكون وداع بيني وبينكم لأنه ليكون فراق أبد. حلو أوي إن رب المجد يسوع وهو في عز آلامه وهو داخل خلاص هيسلموا يهوذا إنه برضو يطمن التلاميذ، يقول لهم مش هتركوا يتامى، أنا معاكم ولا أعود أسميكم عبيد بل أحباء، وفي اليوم الثالث هقوم وهشوفكم برضو تاني وهكذا. فطمنهم. أعزائي الشباب، كتير قوي مننا ولما كنت برضو شاب زيكم أسبوع الآلام ما ندلوش أي اهتمام، بنعيشه زي ما أي حد بيعيش، لكن أسبوع الآلام له استعدادات خاصة، له حياة خاصة. يا ريت كلنا كشباب نتبع آلام رب المجد يسوع خطوة بخطوة، نشوف من حد الشعانين إلى أن يوم الجمعة الكبيرة اللي حدث يوم بيومه هنلاقي نفسنا فهمنا الموضوع، نلاقي نفسنا اللي ما بيصومش يصوم. الصوم في الكبير بعد القداس من 2 ل3، في صوم أسبوع الآلام في ناس بتطوي أسبوع الأيام يوم و2 و3، في ناس بتعيش على المية والملح، بتعيش على الدقة، بتعيش على حاجة زي كده، عشان ازاي ربنا بيتألم وماشي في طريق خلاصنا واحنا مقضينها. انت فين يا حبيبي؟ ما حضرتش ليك ده، ما حضرتش جزء من البسخة او لا، اصله مش فاضي، اصل لازم تشتري هدوم العيد، اصل رحت للكوافير، اصل ده مش ما يصحش عزيزي في اسبوع الآلام. لكن المفروض اسبوع الآلام نديله وقاره، نديله اهتمامه. اللي يحب ربنا يمشي معاه اسبوع الآلام، يمشي ورا رب المجد يسوع في طريق الآلام خطوة بخطوة عشان يستفاد، عشان لما يجي يعيد عيد القيامة يستفاد فعلا ويحس فعلا بقيامة رب المجد يسوع. وموضوع اللي بنهتمش بيه نمرة 2 خارج عن اسبوع الآلام، الموضوع الثاني في القداس والتناول. كتير قوي ما بنهتمش موضوع المناولة او التوبة، او ما بنتوبش او نقدم توبة او نعترف قبل ما نتقدم لسر التناول. ده مهم جدا جدا اننا زي ما شفنا في خميس العهد لازم غسل الارجل وبعدين اخش اتناول. غسل الارجل على انسان طاهر، انسان تايب، انسان مقدم توبه، انسان قعد مع اب اعترافه وجهه وارشده ازاي يمشي في طريق او في ايام حياته وغربته على الارض، وعشان كده بعد كده يقدر يخش يتناول. وفي التناول لازم عزيزي ان احنا احضر القداس من اوله، بلاش اخش واطلع واعمل الكنيسه فسحه ومرجحه وتاخد طالع، لا، وقاعد في جلسه مع رب المجد يسوع، جاي تتقابل مع ربنا في القداس، اقعد في مكانك سواء شماس او شاب عادي مش شماس، اقعد في مكانك عادي الى ان ينتهي القداس. استفاد من كل قرايه وكل كلمه بتقال في القداس. لو ركزت في الكلام ده كله هتبقى انسان فعلا شاب مسيحي، شاب يشهد ربنا في حياته على الأرض. عشان كده قال لنا يروا أعمالكم الحسنة يمجدوا أباكم الذي في السماوات. أي عادة مش حلوة سواء في الصوم أو غير الصوم في أسبوع نبعد عنها. نحاول نطلب من ربنا في هذه الأيام المباركة المقدسة إن احنا يرفعها عنا، ونحاول نطلب منه إن احنا نقدر نبطل أي عادة متسلطة علينا، سواء أي عادة من عادات الشباب اللي انتوا عارفينها، تخش في السجاير، تخش في الإدمانات، في الحاجات دي كلها. يا رب ادينا هو إن احنا نحبك ونعبر عن محبتنا ليك، إن احنا ما نزعلكش وإن احنا نعيش معك حياة مقدسة.
تليق بينا كأولاد ليك، لنا لكل مجد وكرم الآن وكل آمين.